لو عايز تعرف أكتر عن كلية آداب تابع الفيديو ده للآخر. كلية آداب مدة الدراسة فيها 4 سنين، والطلاب بيدرسوا مجموعة من المواد الأساسية والمتخصصة حسب التخصص اللي هم بيختاروه. نظام الساعات فيها بيكون نظام الساعات المعتمدة، وده بيسمح للطلاب إن هم يختاروا المواد بتاعتهم بشكل مرن أكتر. وفي النظام ده الطلاب بيحتاجوا إن هم يكملوا عدد ساعات معين علشان يتخرجوا. التخصصات المتاحة: كلية آداب بتقدم تخصصات كتيرة جدا في مجالات مختلفة، زي قسم اللغات. قسم اللغات ده بيبقى فيه اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية واللغات الشرقية. قسم العلوم الاجتماعية زي علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية. قسم العلوم الإنسانية زي الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والآثار. قسم الآداب واللغويات زي الأدب العربي والأدب الإنجليزي والأدب المقارن. دلوقتي بقى هنتكلم عن التأهيل في سوق العمل. كلية آداب بتأهلك لسوق العمل بطريقة كبيرة جدا، لأن أنت من خلالها بتقدر إن أنت تشتغل في مجالات عديدة جدا زي الترجمة والإعلام والصحافة والعلاقات العامة. أما بقى لو اتكلمنا عن الشهادة أو المؤهل اللي أنت هتتخرج بيه، فأنت هتتخرج ببكالوريوس على حسب التخصص بتاعك، وكمان أنت تقدر تعمل دراسات عليا وتاخد الماجستير والدكتوراه. الكلية بتقبل علمي وأدبي وما يعادلها من تخصصات، وكمان بتقبل من 60%. دي كل حاجة تقدر إن أنت تعرفها عن كلية آداب. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.